يا الله، إذا زوجتك موظفة اسمع قصة هذا الرجال اللي زوجته موظفة. قبل شوي لاقاني شخص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لاقاني شخص، السلام عليكم السلام، قال لي أخوي أنا متابعك وجزاك الله خير الجزاء. هو جاي للزيارة الرجال، قال لي أنا متابع كل مقاطعك وعندك دائما تركز على النساء اللي يخلن مكياج وتقول حرام وتقول بيه هجمان بيوت. هو الرجل يقول أنا زوجتي موظفة، يقول من تروح للدوام وتخلي مكياج. يقول فمن شفت المقاطع مالتك جيت قلت له عمي شوف هذا الرجال اللي جاي يحكي أول شيء شغلة حرام وبعدين هاي بيها مساوي. يقول قالت هذا يدور إعجابات يدور طشة، وهذا هو عرضه بيشي فيشك بالعالم، وأنا شن الشك بيه من الكلام هذا. يقول أقنعتني بالكلام. على العموم يقول أنا يعني دائما أتابع مقاطعك، يقول فشفت الكلام مالتك صحيح. يعني يقول أنا زوجتي بالبيت ما تخلي مكياج، بالدوام تقعد من الصبح تتمكج وتبدل وعطر. بس أنا قلت هذا الموضوع مو مال دوام ومال هيك أمور. يقول وبدت تتغير بمرور الزمن. يقول يوميا تخابرها واحدة صديقتها وتسولف وياها وتضحك. يقول أنا أسمع صوت بنية يعني اللي تخابرها، بس الوضعية والسواليف مو مال يعني هيك ميانة وبنية فيقول بديت أشك بصراحة. يقول على العموم يقول أخذت الرقم اللي تخابرها صديقتها. يقول قلت خلت اتصل إذا طلعت بنية أقول أعتذر منش خويا مشتبه وأنهي الموضوع. يقول اتصلت طلع لي ولد، قلت له خويا أنا مشتري منك سيارة وعلى مود المداور. قال خويا أنت مشتبه؟ قلت له من طالب؟ قال أنا طالب. يقول قلت له طالب فلان؟ قال لي لا أنا مو فاهم. يقول قلت له أنت مو موظف بالدائرة الفلانية؟ قال لا أنا موظف بالدائرة الفلانية. طبعا هاي الدائرة اللي قال بيها شنو هذا هي الداوم بيها زوجته. يقول أنا بعد قلت خله أتأكد، بس هو خوش زلمة يفتهم يعني يعرف شلون يتصرف. يقول رحت للدائرة، يقول من بعيد سألت عليه قالوا لي ذاك. يقول أخذت له صورة بدون ما يدري. يقول فزوجتي أما تعود خابرتها صديقتها ما أدري شنو. قلت له سد التليفون، سدته. قلت له هاي أولا هذا الشخص أنت كنت تحكين وياه وأنا أعرف بالشغلة زين. يقول ارتبكت هي. قلت له احكي لي. قالت لي أنا يعني هاي بعد أحبه ويحبني ومتفقة أطلق من عندك ويتزوجني. يقول قلت له يعني أنت كنت تخلين مكياج إلا يعني هذا الولد اللي كان ينزل مقاطع مو يدور طشة ولا يدور إعجابات ولا عرضه بيشي، بس هو ينصح العالم وأنت طلعتي مو خوشاتي. على العموم يقول اتفقت يا فد اتفاق حتى أطلقها بدون ما تنفضح القضية. طبعا الولد لا عرفاني ولا من أي محافظة، بس قال له سولف لك قصتي واحكيها حتى العالم تحذر. فيقول اتفقت يا بأن أسوي القضية وأطلقها بأن عندي أطفال، يقول أفكر للمستقبل. على العموم يقول طلقتها. فأخواني حديثنا أنا من أنزل مقطع قسما بالله أولا نذكر العالم وقربة لله، ترى هاي الأمور جاية تصير يا أخوان. وأنت اسأل نفسك عشان من تقعد زوجتك من الصبح وتخلي مكياج وتطلع تروح للدائرة المن مخليها مكياج. أنت اسأل نفسك. أنا مو ضد المرأة تتعين أو المرأة تدرس، لا، لكن ضد شنو؟ الاختلاط. الاختلاط يسبب مشاكل إخوان. يعني تخيل أنت من 8 أو من 7 ل3 هي نفس الغرفة وهي الموظفة أو نفس الدائرة، يعني تشوف الموظف أكثر من ما تشوفك أنت زوجها. فلازم تصير بيها أمور إضافة إلى معدلة روحة وعطر ومكياج. شيل الموظفين أنبياء مثلا. فيا أخوان للتذكير، عمي زوجتك خليها موظفة خدام عادي، لكن من تعدل بروحها وهاي أنت سألها قلها
انت طالعه متمكجه هسه عوف الحلال والحرام، واقول لك الله يحاسبك حساب الديوث وتدخل في جهنم. انت مثلا كقضيه اخلاقيه قلها ابويا انت من قاعدين من الصبح وتخلين مكياج وعطور وترتيبات وتطلعين للدائره. الدائره من بيها غير الناس الغربه اللي الموظفين اللي وياك المراجعين. على العموم اسال الله ان يحفظ اعراضكم ويحفظ اعراضنا جميعا. فهاي القصه اللي وصلتكم، وانتم بعد في امان الله.